السلام عليكم ورحمة الله، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كنشكر جميع الناس اللي كيتفاعلوا مع القناة. رغم أن هناك قلة مشاهدات فهذا ليس مشكل، لأن منذ البدايات ديالي أنا بديت في 2020، فكنت كندير 100 مشاهدة 200 مشاهدة، ولكن أعتبر أن 100 و200 مشاهدة مثلا تصور واحد 100 ولا 200 ديال الناس كيشاهدوك في واحد القاعة. فهذه هي الفلسفة باش بديت، وهذه الفلسفة هي اللي باقي مكمل بها. وكنعرف ان شهر رمضان فيه واحد الشراسة في المحتوى، وبزاف الناس كيتبعوا محتويات اخرى، كاين محتويات كتكون فقط في رمضان. على العموم، اريد ان اشكر الناس اللي كيتفاعلوا مع القناة، ولذلك ندير هاد الحلقة باش نشكرهم. مرة كنديرها، كما تعرفون الناس اللي مش هادي متابعين القناة المتواضعين من الجري، فكنديروا هذا النوع من المحتوى باش نشكر الناس وميم طون نفيد الناس. الا كنت عارف شي حاجه بطبيعه الحال، اجابه على الاسئله. كنت درت واحد البوست هذه واحد اكثر من اسبوع او اسبوعين، قلت اللي عنده شي سؤال في الرياضه يطرحوه وان شاء الله نجاوبوه. غادي نبداو باول سؤال. ما كرهتش تعمل شي حلقه مفصله وتهضر على اسرار تدريب بالنسبه للياقه البدنيه عامه؟ اللياقه البدنيه العامه كاين لابارتي ايروبي اللي كتخدم بشي رياضه اللي كتحرك فيها يعني الدوره الدمويه مزيان، بحال الجري هي احسن حاجه، او الدراجه، او شي حاجه اللي فيها الكارديو. ثم كاين العضلات حتى هما بغيت تخدمهم على حسب الهدف ديالك والرياضه اللي كدير. فكل عضله كتخدمها، اما تخدم الوزن ديالك بحال بي بي جي البي بي اس، ولا تخدم بلا بار يعني في لاصال دو ميسكولاسيون. هادو هما اسرار التدريب بالنسبه للياقه البدنيه. يعني كاين سكي ميوسكل وكاين سيستم كارديو فاسكولير. يعني هاد جوج ديال الحوايج على حسب شنو كدير كرياضه، على حسب الديسبونيبيليتي ديالك، شحال عندكم الحصه في الاسبوع، وكيفاش تحاول تتقدم في الرياضه اللي كتمارسها بشكل رهيب وبدون مدرب. باش تتقدم في الرياضه كاين الاستمراريه، هي اول حاجه. وهذيك الرياضه اللي كتمارس على الاقل بغيتي تتقدم فيها مزيان 3 المرات في الاسبوع على الاقل. يعني الا بغيتي تتقدم فيها على حسب كما قلت الهدف. اول حاجه هي الهدف، يعني شنو هو الهدف ديالك من هذه الرياضه؟ باش تتحرك من اجل الصحه او توصل لشي حاجه دي بيرفورمانس كبار. باش تقدم فيها بدون مدرب، انوصيك انك تقرا القرايه. تدخل دي سيت انترنت تقرا، تقدر تسول الذكاء الاصطناعي، ولكن ما تثقش فيه كثير الذكاء الاصطناعي. يلا بغيتي تفيريفي شي حاجه ولا توصل شي سورس دانفورماسيون بسرعه، تقرا مصادر علميه، كتب ديال الفولغاريزاسيون سيونتيفيك. هذه هي الطريقه. الا بغيتي تدرب بدون مدرب، تدرب يعني ما يكونش عندك مدرب، خصك تقرا تعول على راسك. حتى الا كان عندك مدرب حاول تقرا، لان حتى المدرب راه تيتعلم. كاع المدربين راه تيبقاو يتعلموا حتى لاخر نهار في الحياه ديالهم. من كاراميكا دير لنا فيديو مفصل عن محمد فرح، احد اقوى لاعبين مسافه 5000 و 10000. والصراحه الهدف من البوست اللي درته، قلت لكم اللي عنده سؤال باغي يعرفوا بخصوص الرياضه، لما لا يكون شي وقت ان شاء الله محتوى بخصوص محمد فرح اللي هو عداء كبير في التاريخ ديال العاب القوه. السؤال الموالي: مشترك من الجزائر، نريد دير لنا موضوع كيفيه اكتشاف الموهبه في الابناء وطرق توجيههم الى الرياضه المناسبه لهم، وشكرا. شكرا لك كذلك، ومرحبا بالناس الجزائر، ناس طيبين وعاشرتهم في الغربه، ناس طيبين رغم داك الشيء اللي كاين في الاعلام وداك الشيء السياسي. فللاسف ونتمنى ان لا زال هناك واحد العدد من الشعب الجزائري اللي عارف بان داك الشيء اللي كيكون في الاعلام ديالكم راه بزاف منه راه فيك نيوز. المهم ما غاديش نشوفوا هذا الشيء. المهم حنا كما تيقولوا خوت في الاسلام اولا، وفي اللغه، وفي القرب الجغرافي، وفي القيم والعادات. والجزائريين قراب لينا بزاف، حتى في الغربه الناس اللي في الغربه راه عارفين هذه القضيه هذه. يعني فاش كتهضر مع جزائري ماشي بحال هضرتي مع شي جنسيه اخرى، كتلقى قريب ليك بزاف. على العموم، اكتشاف الموهبه عند الابناء. الطفل حتى لسن 9 سنين 10 سنين خصو يستمتع بالرياضه اللي كيدير، يقدر يمارسها ابتداء من حصه في الاسبوع، وتقدر دير ليه اي حاجه، اي رياضه بالك ممكن ديرها ليه. شي رياضه تكون من الاحسن قريبه ليك جغرافيا، ما كديبلاصاش واحد المسافه طويله، يجرب بزاف الحوايج. هادشي غيخليه انه يطور واحد العدد من لي زابيليتي، واحد العدد من المهارات اللي غادي يحتاجهم
في الرياضه اللي يقدر يدير فيما بعد. ثم فاش يوصل الطفل ل 11 12 عام، هنا تقدر توجهه لشي رياضه، والرياضه التي يحب. غتشوف نتايا على حساب كاين بزاف د الحوايج يعني معقده في الرياضه. واش رياضه جماعيه؟ الرياضه الجماعيه اسهل حاجه هي الرياضه الجماعيه، وهي اللي نقولوا بليزو موان فيها الفلوس. الرياضه الجماعيه تقدر تكون مصاب ولا عيان وصاحبك يكالي عليك، العكس ديال الرياضه الفرديه اللي خصها واحد الموهبه اكسبسيونيل. كاين لا جينيتيك اللي كتدخل بزاف في الرياضه الفرديه، وتيخصك واحد المونطال صحيح. تصور في واحد الحلبه ملاكمين او جوج ديال لي جيدوكا، واحد باغي يغلب الاخر، فخصك واحد البريباراسيون مونطال اكسترا اوردينير، ماشي بحال شي رياضه جماعيه. علاش شتي ولدك موهوب كتير في شي رياضه فرديه تقدر توجهو ليها. لافونتاج ديال الرياضه الفرديه بحال الجري مثلا، ولا الفليكسيبيليتي، تقدر تريني به انت، كتشوف لي ريزولطا ديالو كيفاش تيتقدم، بوتونسيال دو ديبار، لي ريزولطا اللي كيدير في الديبار، وخدم معاه واحد الوقت، عطيه واحد الوقت 6 شهور عام، شوف كيفاش يبروغريسي. على بالك الدري ما تيبروغريسيش، هنا تيبقى الاختيار، واش غيكمل من اجل المتعه ومن اجل باش يدوز واحد الوقت زوين من اجل الرياضه، او غتشوف ليه رياضه اخرى اللي يقدر ينجح فيها. خصك تجرب يعني الجري، خصك تجرب فيه، لي رياضات اخرى جماعيه خصك تجرب فيهم. خصك تجربه هي اللي كتخليك انك توجه الطفل لواحد الرياضه مزيانه، وديما الرياضه الاساس ديالها هو المتعه. فيما بعد لا بالك واحد التقدم، واحد النتائج ملموسه، يعني ما تانفيستيش بزاف، يعني تضغط على داك الدري. بحال انا عشت في واحد الوقيته في كندا، فكان واحد المجموعه ديال لي كنديان تيضغطوا على الابناء ديالهم باش يديروا الهوكي. الاب تي انفيستي واحد لو طون اكسترا اوردينير باش ولدو يدير الهوكي، وفي الاخر ولدو ما تيخرجش لاعب كبير ديال الهوكي. علاش؟ لان داك الاب داكشي اللي ما حقوش باغي داك الابن يحقو، تيضغط عليه باش يحقو. فداكشي فيه لا جينيتيك، وتيبقى طري كومبليكي يعني باش تكسب القوت ديالك يومي من الرياضه. نتمنى نكون جاوبتك، لان حتى السؤال ماشي سهل. نطلب من كل القنوات الرياضيه بخصوص قناه علم الجري كي تساهم في حمله لمطالبه سعيد عويطه رئيس الجامعه الملكيه لألعاب القوة. ما كنظنش سعيد عويضة غيرجع لرأس الجامعة، لأنه دوز جوج ديال الفترات على رأس الجامعة وما عجبوش الحال. سعيد عويطة تيبغي يحقق النتائج بسرعة. سعيد عويطة واحد الشخص اكزيجون، كيسحاب ليه داكشي اللي وصل ليه هو بالطريقة اللي وصل ليه. راه جميع الناس مستعدين باش يديروا واحد التضحيات بحالو اللي دار هو، جميع الناس موهوبين بحالو، جميع الناس، وبالتالي ما كينجحش في المسألة هذه. يقدر واحد يكون ما عمرو جرى ويكون حسن من، ربما يكون حسن من سعيد عويطة، او حسن من واحد النجم معين في التدريب ولا في التأطير، كو واحد النجم اللي يدوز واحد الكارير صعيبه ولا بليبار ديال هاد لي ستار ما تينجحوش في التأطير، ما عدا بعض لي سيكسيبسيون. مي لا بليبار اللي تيكونوا دوزوا واحد الكارير كبيره ولا داروا واحد الانجازات خارقه ما كينجحوش في التأطير ديال الناس اخرين. أخي آمين، من فضلك ما هي أحسن طريقة رفع المستوى والحفاظ على قوة القلب والنفس الطويل واللياقة عن طريق الجري بعد سن 40؟ تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام، تقبل الله وعواشرك مبروكة سيدي محمد. فطريقة رفع المستوى بعد سن 40، السن 40 راك باقي صغير يعني ما تيقش بعض الإشاعات وبعض الأشياء التي تنشر. صافي وصلتي 40 راه تيبدا داك الدروب ديال لا بيرفورمانس والضمور العضلي الى غير ذلك. لو سيستم ديالنا للاسف واحد لو سيستم الا ما حركتيش كي ايكونوميزور، يعني كيمشي تبدا ينكمش حتى تيضيع دوك لي كاباسيتي ديالو. يعني ديما خصو يتحرك. بغيتي ترفع المستوى وتحافظ على قوة القلب، التغذيه تكون متوازنه. يعني الا ما كانش التغذيه مزيانه راه واخا تريني ما ساسير ريان. نقص من الكوليسترول الحيواني، التغذيه الحيوانيه نقص منها، كونسومي موديري، الصناعي حتى هو نقص منه. قوه القلب والنفس الطويل ابتداء من لا مارش. لما قادرش تجري دير لا مارش، حاول تمشى واحد، دابا كاين واحد لي زابليكاسيون تيعاونوا كتير. حاول تمشى واحد الفتره في اليوم، واحد 5000 متر، 6000 متر في اليوم، يعني 5-6 كيلومترات في اليوم، حتى 7، حتى اكثر لا قدرتي. حاول تمشى في العمل ديالك، غادي للسوق، غادي تقضي شي حاجه، تمشى
وقيت هاد الغداء مثلا فاش تغدى خرج خذ واحد لابوز وتحرك، تهضر على الايام العاديه، تحرك مع مثلا العائله ديالك مع الاطفال ديالك، سير للطبيعه وتحرك تمشى. هذا اضعف الايمان. والانسان الجسم ديالو خصو يتحرك ضروري اوبليغاتوار. الرياضه واحد الحاجه اللي ماشي ان لوكس، الرياضه واحد الحاجه اوبليغاتوار بالنسبه للكور ديال بنادم، لان الانسان واحد لا ماشين اللي هي ايروبيك كتستهلك الاكسجين وخصو يتحرك. الا ما تحركتيش راك شي ما درتيه. كما قلت بدا بالمشي، هي اضعف حاجه. بغيتي تريني الجري على الاقل واحد نص ساعه، لا بغيتي تريني الجري نص ساعه في حصه فيها نص ساعه، تقدر تمشي 20 مينوت 20 مينوت دو فوا بار سيمين حتى ل 3 فوا 20 مينوت دو فوا 3 فوا بار سيمين، بشويه عليك الريتم اللي تقدر انك تهضر فيه وميم طون كتجري. كنتي كتقلب على دي بيرفورمانس دي كرونو باغي تشارك في بطولات، هذيك هضره اخرى، خصك برنامج بطبيعه الحال اللي غتمشي به بشويه بشويه، وفيما بعد ممكن المشاركه في السباقات. ولكن اضعف الايمان هو الشيء اللي قلت لك، بغيتي تجري حصص من 20 حتى 30 دقيقه 2-3 مرات في الاسبوع، ما قادرش تجري، فحاول انك دير لا مارش. وبالنسبه للجري راه كاينه سلسله تدريب على الجري، كليك على بلاي ليست وطلع وشوف النصائح اللي عطيت من الحلقه 1 الى الحلقه 4 غتكون تري اوتيل بالنسبه لك. يوسف سي اون بارل دو ريجيم اليمونتير بور ان كورور دو ماراطون ميرسي. السيد هذا تيسول على تغذيه الرياضيين، نظام غذائي لاصحاب الماراطون. حاول تشوف سلسله تغذيه الرياضيين الموسم رقم 1 كاين في البلاي ليست. بالنسبه لي ماراطونيا حاول تنقي الماكله ديالك، يعني ما تاكلش الصناعي، المحليات، المصنعات، هذه اول حاجه. الرياضيين لا بليبار ديالهم يعني تيصايبوا الغداء ديالهم من راسهم، كيطيبوا راسهم لا بليبار. ولا كنتي لاباس عليك جيب شي كويزيني يصايب لك داكشي، وقف عليه في الايام الاولى وعلمو شنو يصايب لك. على العموم بالنسبه للماراطونيه على حسب شحال كتريني. الا كانت لاكتيفيتي تري 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 انتونس و اكزيجونت، كاين النشويات النظيفه اللي خصك تستهلك، الرز، الشوفان، الشعير، القمح الكامل بطبيعه الحال. المهم النشويات خصك تستهلك النشويات، الكربوهيدرات في اليوم ديالك. في اليوم اللي هو طري انطونس تقدر توصل حتى ل 10 د المرات الوزن ديالك اون غرام. الا كانت فيك 60 كيلو خص تقدر توصل حتى ل 600 غرام د النشويات في النهار. البروتينات تقدر توصل حتى ل 1.2، يعني من 1 حتى ل 1.2 غرام لكل كيلوغرام. كانت فيك 60 كيلو خصك تستهلك ما بين 60 غرام د البروتينات في النهار، بروتينات تكون نظيفه، حتى ل 72 غرام ديال البروتينات في النهار، بيض، ستيك الا كنتي كتفضل لي ستيك، البروتينات كذلك النباتيه بحال القطني، بحال داكشي اللي كاين في النشويات. حتى مثلا 100 غرام ديال الروز راه فيها واحد 10 غرام ديال البروتينات، واحد 100 غرام ديال الخبز راه فيها واحد هي تقريبا واحد 10 غرام ديال البروتينات. البيض فيه حتى هو تقريبا بيضه فيها واحد 10 غرام، ستيك فيه واحد 20 غرام ديال البروتين، القطاني فيه واحد 25 غرام ديال البروتين في المية، حتى هما غيشون بروتين. كما قلت السمك حتى هو جيد، تعطي البروتينات واحد الكميه اللي هي كافيه للجسم. كل 100 غرام ديال السمك تعطيك حتى ل 25 غرام ديال البروتينات. بحث على البروتينات، نقي الماكله ديالك. وكذلك بالاضافه كما قلنا دابا تنهضروا على الماكرونيوترينز، على النشويات وعلى البروتينات. وكاين الفاتس خصك تاخذهم من اشياء نظيفه بحال زيت الزيتون، زيت الارغان الا كنتي في شي منطقه فيها الارغان، اللوز، القرقاع ممتاز لان الفاتس تعاون في الريكوبيراسيون في الريكوفري ديال الميسكل وديال السيستم، وباش يكون عندك هرمونات جيده خصك الفاتس يكون نظيف. لافوكادو الى لقيتيها. المهم حاول يكون فاتس نظيف في اليوم. شنو عاوتاني كاين الماكرو وكاين لي ميكرو نيوترينز بحال لي زوليغو اليمون اللي هما المعادن، كما الحديد، الزنك، سيلينيوم، فيتامين دي. هادو تقدر تستهلك دي صالاد، جوج ديال لي صالاد في النهار. وتقدر تستهلك كذلك فواكه من 2 فواكه حتى 3 فواكه في اليوم. كما ماشي ضروري لي صالاد، تقدر تستهلك دي صالاد نعم مزيانين، حيت لي صالاد فيهم دي زونزيم تعاونوا في الهضم وتعاونوا في السيستم في نيطواياج السيستم.
وتقدر تستهلك دي سوب، اما الخضر تقدر تستهلكهم 2 مرات في النهار، اما على شكل سوب ولا على شكل سلطه. والفواكه واحد 2 فواكه على الاقل في اليوم. بغيتي تاكل المكملات الغذائيه تقدر تعاون بهم. كاين دي زاتليت كيديروا دي بيلون سونغان، كيشوفوا شنو ناقصهم. ولكن غاليين، يعني غاليين، تيتقاموا غاليين. كتشوف النقص لي كارونس اللي عندك. تقدر تكمل بالمكملات الا بغيتي، غير المكملات حاول تاخذهم وسط الماكله. فاش تكون الماكله تاخذهم الوسط. الا كان الاكل ديالك نظيف نقي كطيب كتوجد داكشي ديالك، فما تحتاجش المكملات. وبالتوفيق. منير: مسير تقدم الامريكان في المسافه الطويله، علم رياضي او امكانيات؟ بجوج اخويا. الطوب ديال لي سبونسور كاينين في امريكان بحال نايكي، راه ديال الامريكان. يعني الامكانيات كاينين، لي لابوراتوار، الجامعات واعرين، احسن الجامعات كاينين في العالم. علم رياضي حتى هو كاين، الناس تيقراو تيبحثوا. ثم سير التفوق ديالهم هما تيفتحوا المجال. ما كاينش سياسه الاقصاء. انا عشت في كندا ما كاينش سياسه الاقصاء. يعني بغيتي تلعب مثلا كره القدم على سن 45 سنه، كما كان مستوى كيف ما كان المستوى ديالك ممكن انك تلقى فريق وتلعب. وعندهم جميع لي ديفيزيون من الان حتى ل5. خصك انت تكون باغي تلعب جميع الرياضات. وتقدر تبدا في اي سن. هذا هو اللي تيخلي الامريك دي نور متميزه، وكتكون الرياضيين باقل مجهود. يعني عندهم مثلا في امريكا الجامعات هما دوك الطلبه تيقراو تيلعبوا على اعلى مستوى، ولا كنتي كتقرا تيخلصوا عليك القرايه اللي تقدر توصل حتى ل 50 60 70 مليون في العام. تيحفزوك بهذه القضيه هذه وتيلزموا عليك انك تجيب دي بون نوت. والسيستم د القرايه تيكون ادابتي للسبورت. تقدر تنوض تريني في الصباح، تمشي تدخل واحد الكور في العشيه تريني، ما كاينش مشكل. البطوله الجامعيه من اعلى مستوى. ثم عندهم داك ما يسمى داك الخزان الجيني، لان امريكان كيجيبوا الناس من العالم كامل، اسيا، من الهند، من الافريق، من الاوروب. يعني فاش يكون عندك هذا الخزان الجيني ممكن تفريخ عدائين. غتلقى عدائين وتلقى ابطال وتلقى فهمتي، غتلقى اللي بغيتي. امكانيات كاينين فين يتريني، و كاين فين يعني فين يكونوا ابحاث علميه عندك احسن الجامعات. فغادي بطبيعه الحال غيكونوا دي ريزولطا، وكتشوفوا لي ريزولطا ديال لي زاميريكان في العاب اولمبيه هما لي ميور، بالاضافه للصين. ما هو افضل تمرين لنقص الوزن الزائد في رمضان للجسم المتوسط الحرق؟ اول حاجه الغذاء. اول حاجه، لان المشكل د رمضان هو تبقى فيك الجوع. وفاش الجسم كيجوع اش كيدير؟ فاش كتعطيه الماكله تيحاول يستوكي الماكسيموم، لانه ولا في الجوع تيقول راه غيعاود يجوعني. التخزين تيولي احسن. افضل تمرين هو التحرك، من لا مارش حتى الجري، حتى المستوى اللي بغيتي تجري فيه على حسب مستواك. غير قد الماكله ديالك، نقص الكالوريات في الليل. وبالتوفيق. من فضلك، بالنسبة لممارسي رياضة كمال الأجسام، هل من الأفضل ممارستها ليلا أم خلال الصيام؟ وخلال الصيام حسن. إلا مارست الرياضة في الليل، وأنا كنديرها تنمارس في الليل الرياضة، لأن بعض المرات ما عنديش الوقت. ولكن ماشي هي أحسن حاجة. أحسن حاجة هي النهار، لأن في الليل تفيق الجسم ديالك وما تنعش بكري. شخصيا أمارسها نهارا. أحسن حاجة درتي ساعة قبل الإفطار، لكن بأوزان متوسطة وخفيفة. بارك عليك. يعني حاول تريني داكشي اللي قاد عليه، ومع الوقت مع رمضان راه غتشوف بان الطاقه ديالك غتزيد. انا من عشاق كينيني سابيكيلي. هذا يونس حط لينا فيديو عليه ومساره وكيف كان يجري المسافه الطويله والقصيره. ما كانش هو كيجري مسافه قصيره. الا كنتي كتقصد بال5000 مسافه قصيره، نعم، متوسطه. وكان فاز من مره بالذهب. ان شاء الله لما لا تكون شي حلقه ان شاء الله على كينيني سابيكيلي. هذا يونس عاوتاني، اسم ديالو يونس 55. كيفاش نولي نجري بإيقاع عالي بدقة قلب أقل، وكم يلزم من الوقت للوصول إلى هذا المستوى؟ كيفاش نولي نجري بإيقاع عالي بدقة قلب أقل؟ فالونطرينمون علاش كنترينيو حنايا؟ باش ايفيكتيفمون باش يولي الإيقاع عالي ودقات القلب يهبطوا. خصك برنامج ديال التدريب على حسب شنو كدير. لان السؤال ما واضحش. شنو هما لي كرون ديالك، المستوى ديالك، شحال كتريني في السيمانه، شحال قادر تريني، شنو باغي دير، شحال دابا عندك اصلا دقات القلب. كاين بزاف ديال الحوايج.
يعني خصك برنامج ديال التدريب منتظم على حسب مستواك، وتتبع مره تميزوري ديك دقات القلب، تشوف فين وصلوا. هذا هو اللي كاين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فضلا وليس امرا، ممكن تهضر لينا على احسن طريقه للاقلاع على التدخين؟ شوف، اي حاجه بغيتي تغيرها في حياتك ونوطيها، يعني باش تبدل واحد لابيتود، مينيموم واحد 3 سيمانات مينيموم. يعني التدخين حاول تصبر واحد 3 سيمين وشوف كيفاش انت غادي تكومبورطا، كيفاش الكومبورطمون ديالك غيكون. جربت الكثير من الطرق، ولكن للاسف الشديد اعود اليه مره اخرى. اريد نصيحه منك، جزاك الله خيرا. حاول يا اخي تعمر الوقت ديالك بالتدريب، تقيد في شي لاصال، واخا تقدر تمشي لداك لاصال غير ثلث ساعه ولا نص ساعه، والدماغ تيولف، الدماغ تيدخل راسو لي زابيتود. بعد من البلايص اللي فيهم التدخين، لا كانوا شي صحاب ولا شي حاجه، كما قلت لك مينيموم 3 سيمين. لا بغيتي تادابتي واحد نوفيل ابيتود، لا كنتي ما قادرش تقطع في مره، فحاول على الاقل تنقص مثلا في 3 سيمين. الا كنتي كتدخن مثلا ان باكي في النهار، حاول تدخن نص باكي، وفيما بعد 3 سيمين اخرى حاول تدخن واحد 5 السجائر، الى ان تقضي على هذه العاده السيئه اللي كتهلك لك فلوسك ورزقك وصحتك. ثم عمر الوقت ديالك بالعمل، بالدراسه، بالدين، قراءة القرآن، حاجة اللي ترتاح فيها، ميديتاسيون. كاين بزاف د الحوايج باش تقدر تعمر الوقت ديالك. جلس مع اصحاب واصدقاء اللي بعادين على التدخين، دوز واحد الوقت في لا ناتور، تمشى، عمر الوقت ديالك، ما تبقاش تفكر في التدخين. وفاش تبغي انك تشد واحد السيجاره، فحاول انك عوض السيجاره هز واحد الكوب من الماء او الشاي، فهو يكون احسن. وان شاء الله تغلب ان شاء الله على العاده السيئه. السلام عليكم اخي العزيز، واش ممكن شي معلومات على كيفيه الجمع بين رياضه الجري واللياقه البدنيه، زياده العضلات؟ ممكن زيد العضلات، ما كاين حتى شي مشكل. داك الشيء تيبقى على حسب مستواك، على حسب الا كنتي بطبيعه الحال باغي دير دي بيرفورمانس اكسترا اوردينير في الجري، ف ما غاديش يعني دير شي عضلات اللي اصلا ما غترينيش باش دير العضلات. راه ممكن التوفيق بيناتهم، يعني دير عضلات وتكون مزيان في شي مسافه، باغي تجري مثلا لي سومي ماراطون ولا 10 كيلومترات، ممكن ترينيهم بجوج، سواء عبر ما يعرف بالكاليستينكس. اوكي، كتريني انت الكاليستينكس، واحد الرياضه اللي مزيانه وكتبوسي لي ميسكل وكتعطيهم لونديرونس. وما كنظنش ان كاليستينكس غيعطيك غيأثر لك على الجري، لان شي يكمل شي، حتى هو فيه شويه د لونديرونس غيعاونك شويه. غتخدم بيديك مزيان، عوض انك تهز اوزان في لاصال، فغتكون عندك واحد لا كورديناسيون، واحد الموفمون افيكاس. او الاشتغال بتمارين وزن الجسم فقط جيد. راه الناس اللي كيديروا هذه الرياضه راه اصلا كتلقى عندهم عضلات جيده وقويه، خاصه بالنسبه للمبتدئين فيها معا. بالنسبه للجري، الموقع ديال جير دورفال اللي كنت هضرتي عليه راه مزيان طوب. ان شاء الله خير. والله الا عندي واحد المشروع باغي نديرو هذه مده، باغي ندير موقع ونحط فيه برامج تدريب، دعيو معنا ان شاء الله. رجعت لي هاد الفكره هاد الايام هذه، وان شاء الله نفيدوكم بشي حاجه الى تحت يعني الفرصه وكتاب ان شاء الله. واش ما كتعرفش شي مصدر معلومات مماثل في الكاليستينكس؟ لا ما كنعرفش الصراحه، لان هاد الرياضه انا شخصيا ما عمري مارستها، ولكن انا معجب بالناس اللي كيديروا هاد الرياضه هذه. حاول تشوف يوتيوب، قلب على الناس اللي كيديروها، قلب على مواقع، راه تلقى ان شاء الله. وبناء العضلات ماشي مشكل، تقدر تبني العضلات وفي نفس الوقت دير الجري وهو جيد، يعني ما يكونش عندك مشكل على حسب الهدف ديالك. لا كنتي كتقلب باش تكون سريع كتير، راه خصك تنقص الوزن شي شويه، وبالتوفيق ان شاء الله. كانوا الناس هادو طرحوا الاسئله في البوست، وكانوا ناس اخرين ما فهموش، لان قلت لهم طرحوا الاسئله، مشاو طرحوها في الفيديو الاخير. انا غادي نمشي دابا للفيديو الاخير اللي كنت درت، بانوا لي بعض الاسئله، نحاولوا نجاوبوا هاد الناس كذلك اللي طرحوا اسئله في الفيديو الاخير. اوكي، كاين سيف الدين: ملي كنت في الاشبال عمري 18 سنه، وانا متابع حاليا، راني فئه اكبر وكبير مال عمري 22 سنه. ما شفنا منك غير خير، المعلومات القيمه، تحياتي من الجزائر. مرحبا بك يا اخي. وكاين ناس تواصلوا معايا من الجزائر في الفيسبوك وجاوبناهم، وناس طيبين كما قلت.
سلام اخي الكريم، ما هذا الغياب؟ انا موجود، غير حاول تدخل، ربما ما كطلعش لك النوتيفيكاسيون ولا شي حاجه. اخي متابع من الجزائر، احبك في الله، عمري 33 سنه، بديت نجري 15 شهر. مزيان، برافو عليك، الله يكمل بخير. 80 80 في الوزن، الطول متر 78، جيد جدا. حتى البي ام غتكون عندك مزيانه، رغم ان الانديكاتور فيه القيل والقال، ولكن جيد. بديت تجري 88 كيلوغرام، اوكي. دونك طيحتي في ما كان 12 الان 15، برافو عليك. والله الا مزيان نسمعوا بحال هاد لي ريزولطا هادو. نقطع 10 كيلومترات في 48 47، يعني قل من 50 دقيقه، فهذا جيد جدا. لكن ما نقدرش نهبط في الوقت والدقات. اذا تقدر تعاوني من فضلك، العتبه اللاكتيكيه عندي تحسنات، لكن في التحمل الاساسي لازم نجري بريتم طايح بزاف، حوالي 7 دقات ما طلعش فقط. لكن نحب تدرب بعلم وصحة. رمضانك صحة، رمضانك كذلك، مبروك رمضانكم. هادشي كامل اللي درتي راه زوين، كمل بنفس لا فاصون وخذ شي برنامج يكون جيد ان شاء الله. يعني على حسب شنو انت باغي تجري 10 كيلومترات، خذ شي برنامج ديال 10 كيلومترات، حاول تدخل للسيت ديال جيل دورفال. اون اتوندو انا يكون عندي الوقت نحاول نحط لكم شي برامج ولا شي حاجه. حاليا ما عنديش شي برامج جاهزه، مي حاول تدرب. يعني الا كنتي تدير 10 كيلومترات، فخص الاسبوع ديالك يكون فيه على الاقل، يعني الا كنتي باغي دير ريزولطا دوغابل، على الاقل 3 حصص في الاسبوع. حصه ديال لونديرونس فوندامونتال ما بين 50 دقيقه حتى لساعه، لونديرونس فوندامونتال بشويه. ثم تكون حصه اللي فيها السيريات، اما فارتليك الا كنتي ما عندكش اكسي لواحد الحلبه، ولا ما عندكش مثلا كارمن ولا شي حاجه، دير فارتليك. وفارتليك واحد الحصه تقدر ديرها لراسك، انت تقدر تبروغراميها لراسك، تانسبيرا من الانترنت ولا شوف. وشوف على حسب مستواك، مثلا تقول اليوم غادي ندير 3 دقائق واحد الريتم مثلا زيد شي شويه، و2 دقائق فوندامونتال، 3 دقائق الى غير ذلك، ندير واحد 5 المرات بحال هكا، تقدر ديرها. غير هو سخون، يعني قبل ما دير الفارتليك دير واحد الفوتينغ ديال 20 مينوت، ثم بدا الفارتليك ديالك، وسالي الحصه بفوتينغ ديال 10 دقائق. حصه مثلا من فئه ساعه، بدع في الفارتليك ماشي مشكل. او يعني سيريات قصار ولا طوال. الا كنتي يلاه بادي البروغرام، دير سيريات قصار. دخلتي وسط البروغرام، طول شويه السيريات 400 500 متر. جونغ مثلا في 400 متر كنوصلوا حتى ل 8 ديال الريبيتيسيون في الحصه، دقيقه ديال الروبو بين كل سيريه. نقدروا نمشيو حتى ل 10 على حسب المستوى ديالنا. من الاحسن تتبع بروغرام، شوف شي بروغرام تبعو. ثم الحصه الثالثه في الاسبوع تكون سورتي لونغ، عباره على ساعه وربع ديال الفوتينغ. وسط من هاد الساعه وربع حاول دير واحد 10 دقائق حتى ل 20 دقيقه بايقاع ديال الكومبيتيسيون. هذا هو واحد تيب دونترينمون اللي غيصلح لك ل 10 كيلومترات. وكاين دي ديتاي اخرين، يعني خصك برنامج ديال التدريب. وبالتوفيق. جو في 105 كيلوغرام، جو كومونس باغ لا مارش او كورير. تقدر تبدا داكشي اللي ترتاح فيه. الا كنتي غدير لا مارش مزيانه، كنتي غتجري، فحاول انك تجري بشي شويه ايقاع منخفض. شوف سلسله تدريب على الجري السي مصطفى، ان شاء الله تلقى فيها الاجوبه. تفرج من الحلقات من 1 حتى 4. 105 كيلوغرامات يعني غتكون عندك وزن زائد، ولكن ما يسالش. بدا لا مارش، ثم خلي لا ديسيبلين تدخل الدماغ، وبدا الجري من بعد. وبريتم يكون منخفض، دبر على شي سبرديله مزيانه، شي بلاصه زوينه تريني فيها. ان شاء الله بالتوفيق. جاوبت على جميع الاسئله على ما اظن، فكنشكركم كثير على التفاعلات. نتمنى نكونوا عند حسن الظن ديالكم. غنرجعوا ان شاء الله المحتوى ديال العاب القوه حتى يفوت رمضان. تحياتي لكم، صحه فطوركم، صحه سحوركم، السلام عليكم ورحمه الله.